دولة مكتظة بالسكان بأكثر من 200 مليون نسمة. وعلى الرغم من الشغف الكبير للعبة في جنوب شرقي آسيا، قدمت إندونيسيا دوما عروضا تحت المستوى المطلوب على الصعيد الدولي، ما يعني في الماضي كان من الممكن أن تكون المباراة بين البلدين شديدة التنافس، ولكن في ظل إيمان المنتخب التركمانستاني وثقته بالكاد يمكن الإطلاق على المباراة تسمية مسابقة. تمكنت إندونيسيا من معادلة النتيجة، لكنها كانت مجرد تعزية. يتنافس معظم لاعبي منتخب تركمانستان في الدوري المحترف في البلاد، ولكن الفرق هنا بين الفريقين هو استخدام المضيف مجموعة من لاعبيه الذين يلعبون في الأدوار الأجنبية. والمطر الغزير حال دون توجه أعداد كبيرة من الجماهير إلى استاد أشغاباد. على كل الأحوال الاختبار الحقيقي لتقدم الفريق سيكون في المباراتين أمام المملكة العربية السعودية الحاسمتين للمجموعة. سيمثلون الفريق الأضعف أمام المنتخب السعودي الذي سيواجهونه أيضا في كأس آسيا